ومرحبا بكم في هذا الفيديو هذا بالتأكيد تحت عنوان كيف يمكنك إرسال رسالة فارغة لأي شخص في الواتساب. بالتأكيد بعض الناس تحتاج إلى هذا الأمر، وبالتأكيد سنقوم بشكل مختصر في عملية شرح هذه الخطوة في هذا المقطع. على أي ستقوم بالنقل هنا تحويل اللغة إلى اللغة العربية في لوحة مفاتيح. تختار هذه النقطة وتختار هذه العلامة، يعني هذا الشعار. مسألة بسيطة، ولما تختاره وتنقر على إرسال كما راك تلاحظ بالتأكيد تظهر لك على هذا الشكل أن الرسالة يعني رسالة فارغة، ليس هناك شيء إلا توقيت الرسالة. يعني هذه مسألة مهمة بالتأكيد تحتاج لها البعض، وبالتالي لمن أراد بالتأكيد عملية هذه الخطوة فهي خطوة طبعا بسيطة، لا تحتاج إلى أي تطبيقات ولا أي خطوة معقدة. على أي كما قلت لك تختار هذه العملية وترسل. في بعض الناس تحتاج إليها نظرا لأن شخص معين لم يذكرك لفترة أطول وتحب أن تذكره بطريقة غير مباشرة بهذه الخطوة، يعني تعتبر خطوة خدعة إلى آخره. يعني مسائل هنا على أي كل واحد كيف يحتاج إلى هذه الخطوة، هي فقط يعني بشكل مختصر. نتمنى أنك تنقل على اللايك والاشتراك بالقناة، تفعيل الجرس. أي تساؤل ضعوا في التعليقات.